السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن في فيديو على قناة أنس أبلان. سوف نذكر لكم الآن فيديو عندما يضطر اللاعب أن يوقع حارسا. شاهد معي، هذا هو اللاعبين، وآخر واحد سوف يصدمك، وشاهد معي. أول شخص أعزائي المشاهدين كان مع اللاعب البرازيلي الذي يلعب في مركز الظهير، كان مع داني ألفيز. شاهد معي هذه التمريرة القوية التي تم تصدها مع داني ألفيز. يا سلام عليك يا تاني. تاني الفيز ما زال في الارتكاز. شاهد الآن معنا هاري كين مع تصدي أقوى، لكنه حصل الجول. هذا المشاهدين، حصل جول من هاري كين وليس تصدي أقوى. الآن عنا اللاعب الثالث فيليب مولو. شاهد فيليب مولو ماذا يفعل؟ تصدي، واو، وإنه تصدي في حارس محترف. الآن يجي لنا إلى المركز الرابع. اللاعب الرابع اللاعب الرابع هل سيكون لاعبا خطير مثل هاري كين أم مثل فيليب مولو؟ سنشاهد الآن. وأول احتفالية ما تزال أروع. رودريغو بلاسيو، أوف 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 أوه لا لا، تصدي ولا أروع أعزائي المشاهدين. تصدي أجمل في عظة الأجمال. تصدي ولا يروع. الآن رودريغو بلاسيو في المرة الثانية، أوه تصدي أجمل 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 أعزائي المشاهدين. واو 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 واو. الآن عندنا أغوستين بيليتوري، إن شاء الله قريت اسمه صح. إنه هذا من أفضل اللاعبين، كان في زمان الثمانينيات والتسعينيات. الآن يتصدد في الحراسة. هل سينفق معاكم الآن التصدي الخطير؟ التصدي الخطير، لا 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 لا، في هذه الوقت، الزمن الذي لا يصدق، في زمان لا يوجد حراس كثير وفي احتراف قوي. شاهد ردود الجماهير تفاعلنا مع الحارس أوستين، يعني مع اللاعب الذي كان حارس. اللاعب أوستين بيليتيري كان أفضل لاعب في عام ثمانينيات، وكان من أفضل الذي يمارسون اللعب الخطير، وكان من أفضل سحره على الملعب. شوف العادة، شوف التركيز أروع ولا أروع. الآن عندنا سباتي مان بلوتور الذي لا يصدق، بولاتر. الله على يا سيباستيان لي ساعة وأنا بقرأ الاسم ولا عرفت أقرأها، لأنه لاعب كبير اسمه أوه واو. بطاقة حمراء على ما بطاقة حمراء لايكا يماز. وكان لا يصدق أن في تبديلات، لكن حرس الشخص تصدي إن أكثر التصديات في زمن قبل التسعينات أو الألفينات، وليس هذه التصدي. واو، مشاعر خطيرة، لكن من أفضل حارس دورتموند. الحارس و هلو. لا لا لا. جول توماس مولر الذي لا يصدق. أوه لا لا، تصدي أروع. إنه في التدريبات وليس في الحراسة، وليس في اللعب، إنه مباراة ودية. أوه، غارث بيل. تصدي محترف. تصدي محترف. يا سلام عليك يا غارث بيل. شوف العادة. أوه، بطاقة حمراء. أوه، تصدي أروع. أوه لا لا لا. أوه، سافرت سوتن، ما هذا من تصدي أروع، تصدي ولا أجمل. تصدي في قمة التصدي. أوه، جون تيري أنت في زمن جدي. جون تيري كان جدي يحكي لي قصصا لا أمل. دانيال كارفخال، مين لا يعرف دانيال كارفخال؟ مين لا يعرف توبات؟ ليس اسمه دانيال، بل اسمه دانيال كورتوا. إنه في العارضة. أوه، مارسيلو داني كارفخال. أوه، لويس سواريز الأرجواي لكم في لويس سواريز. أوه. أوه، نط عميق، ونيمار يشهد. نيمار لويس سواريز يفرح. شوفي عادة. أوه، كتف أعلى. سلام. انت ليس مركزك الهجوم اللي هو سواريز، بل مركزك الحراسة.
مثل هذه مثل هذه بالطبع. الحارس الخطير وتصدى بيده إنه نسى إنه في اللعب وليس في التدريب. سيرو راموس الدفاع الصلب يتمركز الآن مع اشبيليا. سيرجيو راموس خطير سيرجيو راموس خطير. سيرجيو راموس أوه لا مرتين على التوالي. سيرجيو راموس خطير. سيرجيو راموس الدفاع الذي اخترع البطاقة الحمراء وهو بيبي. هذا سيرجيو راموس جاب اخترع البطاقة الصفراء اخترعه سيرجيو راموس. شوف سيرجيو راموس اوه بيده نعم بيده بطاقة حمراء. لويز. خليني أعطيكم الآن عن نبذة عن من الذي اخترع البطاقات الحمراء. البطاقة الحمراء هو اخترعها مين؟ اخترعها لويس سواري، عفوا اخترعها سيرو راموس. شوف سيرو كريستيانو رونالدو. لا مستحيل أشوف على عيني، مستحيل. أول شيء قلنا سيرو راموس وزلاتان ابراهيموفيتش وبيبي هما اخترعوا البطاقة الحمراء. الله يا كريستيانو مين ذا؟